ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معاكم حازم علي شمة زي ما مكتوب طبعا على اسم القناة، حاجة بديهية يعني. زملكاوي برضه، حاجة بديهية. هنتكلم النهاردة عن ماتش الزمالك وسيراميكا كيلوباترا في افتتاحية أو في أول ماتش للزمالك في الدوري. الزمالك النهاردة كان في الشوط الأولاني في أول تلت ساعة كانت اللعيبة تايهة، طبيعي بسبب إن ده أول ماتش في الدوري. الانسجام لسه ما كانش افضل حاجه. المدرب طبعا جديد، فرهبه اللعيبه من ضمنهم شيكو مانزا اللي هو الى حد ما كويس مش وحش. لعيب في اول ماتش كويس، لعيب سريع، لعيب مشاكس بيعافر، لعيب انا شايف ان هو هيجي فيما بعد الا اذا كان ده مستواه. بس انا شايف ان هو هيجي او هيجيب مستوى افضل من كده. انا شايف ان هو سريع بيعافر، عايز يثبت نفسه. عيبه ان هو بينفعل حبتين، وده شيء وارد في الكوره، ولكن هو كمستوى لعيب لا، هو كويس لحد ما. في اول ماتش طبعا يلعبه في اجواء جديده، في دوري جديد، في نادي كبير زي نادي الزمالك، جماهيريه وضغوط، ولكن هو كان كويس. ما عجبنيش في الشوط الاولاني عبد الله السعيد. عبد الله السعيد خلاص 40 سنه للحكم او للجسم او للجسد، يعني احكام. راجل كبير 40 سنه، هو ممكن يكون دماغه او بالفعل دماغه فيها كوره، ولكن التنفيذ، اللياقه، الجسم مفيش ليونه زي زمان. فاحنا بندافع بنبقى خسرانين اللاعب، واحنا بنهاجم بنبقى خسرانين نص لاعب. الليونه عنده مش افضل حاجه. ناصر ماهر مركزه مش جناح. ناصر ماهر هيبقى كويس على الجناح، بس مش هتاخد يعني فاعليه، مش هتاخد منه افضل حاجه. مركزه الاساسي لعيب رقم 10، لعيب صانع العاب. هو لما لعب في مركزه اللي هو صانع العاب، الزمالك اصبح فيه انتاجيه اكتر. وحتى هو برضو كان في الجناح، الراجل كان لما بيدخل لجوه بالكوره كنت بتلاقي فيه انتاجيه، زي الكوره اللي في الشوط الاولاني في اخر دقيقه. الراجل استلم الكوره بدوران، بتصويب. استلمها فين؟ ما استلمهاش على الجناح، او استلمها على قوس ال 18. مركز صانع الالعاب لما بيزيد في المنطقه بيكون في المكان ده متواجد فيه. كذلك برضو في الهدف الثاني كان متواجد في مركزه صانع لعب، فلما بيزيد بيدخل المنطقه، استلم الكوره، هوش ان هو هيباصي ليه. كان محمود بن تاكي اللي كان فاتح له، دخل لجوه، قطم وشاط وجه الهدف الاولاني. فمركزه مركز صانع العاب. هو عبد الله السعيد في الملعب مش هينفع الا اذا اخرت عبد الله السعيد لورا، وعبد الله السعيد مش هيقدر يدي، خلاص 40 سنه. راجل يكون دكه وينزل. انا ما بقولش ان عبد الله السعيد وحش، عبد الله السعيد حلو كويس، لعيب اسطوره ممتاز، ولكن هو 40 سنه بسبب جسمه، بسبب ان هو خلاص كبر، فمش هيقدر يدي. في كوره ناصر ماهر اداها له، بصها له من على حدود المنطقه. انا شايف ان الكوره سهله ان هي تنجاب، او ان اللعيب حتى يعمل عليها تاكلينج. عبد الله السعيد ما قدرش ان هو يوصل لها. الزمالك اللي انا لاحظته في الشوط الاولاني بعد تلت ساعه، بعد اول ربع او تلت ساعه، الزمالك كان وحش. ولكن انا لاحظت ان الزمالك الخطوط متقاربه، وخصوصا في الضغط. فمرحله الضغط اللعيبه كانت كويسه. في مرحله الضغط كانت متقاربه، الخطوط متقاربه، وخصوصا لما كان اللعيبه بتفقد الكوره في اي منطقه في الملعب. لا، اللعيبه كانت كلها بتروح تضغط على الكوره، او مش بالمعنى الحرفي طبعا، بس كانت اللعيبه بتبقى متقاربه من بعضها ان هي تسترجع الكوره بسرعه. الكلام ده ما كانش موجود في الشوط الثاني، ممكن بسبب اللياقه البدنيه، او ممكن بسبب التعليمات المدرب عشان ما يضغطوش او ما يقرصوش على نفسهم، عشان يقدروا يكملوا للاخر بدنيا. اللعيبه النهارده كلهم انا شايف انهم ادوا بشكل
كويس، ما عدا طبعا سيف الجزيري. هنيجي لمرحله التقييم في اخر الفيديو، هيبقى فيه تقييم لكل اللعيبه في اخر الفيديو بعد كل ماتش. في ملحوظه على حراسه المرمى في الزمالك، نفسي اشوف حارس مرمى في الزمالك يطلع يمسك الكوره بايديه. نفسي محمد صبحي في اول الماتش، في كوره في اول الماتش طلع عدها بالبوكس، ما كانتش مستاهله ان هي يتعامل معاها بالطريقه دي. طلع عدها بالبوكس، كوره نزلت ما عرفش يستحوذ عليها، كانت هتبقى خطوره علينا. خط الدفاع كان كويس، ما كانش وحش. محمود بنتايج كان ممتاز النهارده، في سواء في الحاله الدفاعيه او الحاله الهجوميه. والحاله الهجوميه هو بيكون فعال جدا اكتر من الحاله الدفاعيه. نص ملعب كان كويس. دونجا انا شايف ان هو كان كويس النهارده على غير العاده. اتمنى ان هو يكون افضل من كده، اتمنى. انا ما يهمنيش مين اللي يلعب ومين ما يلعبش، اهم حاجه عندي إيه اللي يلعب يقدر التيشيرت ويقدر الجماهير، لا اكتر ولا اقل. احنا كجماهير الزمالك مش مع اي لعيب، لا احنا مع اللعيب اللي هيأدي هنسقف لك، واللعيب اللي مش هيأدي هننتقدك بكل ادب واحترام. كان عاجبني النهارده ناصر منسي لحد ما طلع، كان محطه كويسه، كان بيستلم الكره بشكل كويس، كان بيوزع لعب. ناصر منسي بيحاول ان هو يثبت نفسه، حتى وان جه عدي الدباغ، حتى وان كان في برضه بعض المهاجمين، بس الراجل برضه بيحاول يثبت نفسه. اتمنى انه ما يتركنش. ناصر منسي من المهاجمين اللي بيعملوا عليهم، راجل كويس، راجل سبحان الله. من بعد ماتش السوبر الافريقي السنه اللي فاتت قصاد الاهلي، الراجل حياته اتحولت 180 درجه، سواء هو ذات نفسه كلاعب تحول، او علاقه الجماهير الزمالك معاه. سبحان الله، طبعا هو يستاهل كل خير. راجل بيأدي، راجل محترم، راجل بيأدي اللي عليه لما بينزل يلعب، بيأدي اللي عليه بشكل ممتاز. طبعا الماتش الاولاني ما ينفعش الحكم على الصفقات الجديده بالسلب الجامد، ممكن يكون في بعض السلبيات الواضحه، ولكن انا مش شايف ان الصفقات الجديده فيهم حد مثلا ادى بشكل وحش، سواء شيكو بنزا او سواء ادم كايد او سواء عبد الحميد معالي. لا، اللعيبه ادت بشكل ممتاز. نيجي للتقييمات. في حراسه المرمى محمد صبحي، الراجل لم يختبر بالمعنى الحرفي، فهياخد 5 من 10. عمر جابر ادى ماتش كويس، 6 من 10. حسام عبد المجيد 5 من 10. الونش 6 من 10. محمود بنتايج 7 من 10، كان كويس. محمد شحاتة 9 من 10. الهدف اللي جابه 10 من 10. ليه 9 من 10؟ 10 من 10. الهدف اللي جابه هدف اسطوري، مش هقول لك هدف خرافي، هو هدف اسطوري، هدف اسطوري بمعنى الكلمه. وقرار انا قلت، يعني انا وهو بيشوط الكره كنت عايز اقول له ليه ما كان فاضل دقيقه او فاضل بعد الثواني، استنى امسك الكره نستحوذ على الكره، بس لقيته ان هو شاطها جت جول. لا جميله، برافو. عبد الله السعيد 4 من 10، ما عجبنيش النهارده عبد الله السعيد ابدا. ناصر ماهر 9 من 10. شيكو بنزا 5 من 10. الراجل عايز يثبت نفسه، الراجل سريع، الراجل عايز يقول انا موجود. ناصر منسي 5 من 10. صلاح مصدق لم يختبر، 3 من 10. سيف جعفر كان كويس، ما كانش وحش يعني، برضه 3 من 10. فيدين الجزيري 0 من 10، حرفيا 0 من 10. سيء، لعيب سيء. ادم كايد لا كان كويس، ادم كايد 7 من 10 على الشويه اللي قدامه، لا كان كويس، 7 من 10. عبد الحميد معالي برضه 7 من 10. لعيبه ادت بشكل مثالي. وبس كده.